اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم اسال طبيب. طبعا العالم كله من الموجه الاولى لفيروس كورونا المستجد، وطبعا في احتياطات وفي كلام كتير جدا عن فيروس كورونا المستجد. ولكن من ساعه وجود هذا الفيروس او ظهور هذا الفيروس، والباحثين والاطباء والعلماء على مستوى العالم وخاصه في الدول المتقدمه المهتمه بالبحث العلمي دايما بتبحث وراء هذا الموضوع. ايه اللي ممكن يكون معالج لهذا الفيروس؟ ايه اللي ممكن يكون بيشخص الفيروس بصوره اسرع بحيث ان احنا نلحق المريض؟ ايه العوامل اللي ممكن تكون مؤثره سلبا على المريض او حامل الفيروس بتؤثر عليه بنسبه كبيره جدا؟ ده كله طبعا بيتحط في احتياطات كبيره جدا وبحث مستمر وراء فيروس كورونا المستجد، سواء كان في الموجه الاولى او ما بين الموجه الاولى والموجه الثانيه اللي بيشهدها العالم كله دلوقتي واخد احتياطاته الاحترازيه. يمكن في ووهان في الصين وبداوا برضو يبحثوا، بيقولوا الموجه الثانيه تحديدا بدأ الفيروس ياخد أشكال مختلفة، بدأ تأثيراته تاخد أشكال مختلفة ويؤثر على نصف المصابين به على الجهاز الهضمي تحديدا. بيحصل تغيرات في الجهاز الهضمي ممكن تؤدي أو بتقول أو بتشير إن في فيروس كورونا المستجد. ويمكن نشر موقع ديلي هيلث بوست الكلام ده كله بنسب معينه، طبعا طبقا باحصائيات بدا يعملوها في ووهان في الصين، ان بيشوفوا تاثيرات الفيروس فين، هل على الجهاز التنفسي زي ما كان بيحصل في الموجه الاولى، ولا بدا يحصل تاثيرات اخرى على الجهاز الهضمي، وبدات المؤشرات الاولى تبدا من الجهاز الهضمي. ده اللي هنعرفه النهارده مع حضراتكم ومع ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد نور الدين، استشاري الجهاز الهضمي والتوعيه الصحيه ومستشار مديريه الصحه بالشرقيه للامراض المعديه والمناظير. برحب بيك، منورنا ومشرفنا يا دكتور. واكيد طبعا كلام كتير عن فيروس كورونا المستجد، ولكن خلينا مع حضرتك كده، والكلام ده اكيد طبعا حضراتكم بتسمعوه كتير جدا. الاعراض، التشخيص بيكون ازاي، العوامل اللي ممكن تؤثر، ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي بفيروس كورونا المستجد. ممكن نسترجع مع حضرتك سريعا كده طبعا احنا طبعا الكورونا ده طبعا والفيروسات التاجيه بصفه عامه بدايه ظهورها طبعا معروفه من زمان، من سنه 2002 في المتلازمه التنفسيه الوخيمه سارس. سنه 2002 كان في جائحه كبيره جدا اسمها سارس من عائله الكورونا دي، وتم اتخاذ، وكان وباء، وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه في هذا الوقت وعارفينها من زمان. اللي ظهر حديثا بقى اللي هو الكوفيد 19 اللي هو اخر جيل في هذه العائله، ظهر في شهر ديسمبر 2019 في مدينه يوهان الصينيه. وان كان مصدر خروج هذا الفيروس للحياة غير معروف حتى الآن، سواء كان خطأ معملي أو خلال سوق الحيوانات البرية في الصين. طبعا ده كله هيظهر بعدين. المهم ظهر كوفيد ده بخصائص جديدة تجمع بين كذا فيروس آخر وبين عائلة الكورونا، أدت ليه إن هو سريع الانتشار جدا ودرجة الوبائية بتاعته عالية جدا، كما إنه يعتبر مرض فيروسي عام بيصيب جميع أجهزة الجسم. وزي ما هنتكلم النهارده عن الجهاز الهضمي طبعا، والجهاز التنفسي والكبد والبنكرياس والمخ وجميع اعضاء الجسم. اذا هو فيروس حضرتك قلت لي اللي هو من عائله سارس او هو عائله كورونا كورونا. وسارس كان في 2002 ولكن ما كانش بالشده دي. يعني ما كانش العالم كله أيوة. مع سارس في دول ما حسيتش بسارس اصلا. هو حتى فعلا كان الدور اللي فات محدود، لكن هو طبعا الدور ده بالذات فعلا زي ما حضرتك بتقول الفيروس ده فيروس بيحمل خصائص عده فيروسات اخرى زي الايدز وزي الكلام ده. عشان كده طبعا لسه في بحث في كيفيه خروج هذا الفيروس للحياه والكلام ده، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله بعدين. واحنا دلوقتي طبعا في فتره مجابهته وفي فترة إن شاء الله الصمود أمامه، وإن شاء الله القضاء عليه بعد ظهور اللقاح إن شاء الله. الأعراض في الموجة الأولى، يعني عاوز أقول لحضرتك في الموجة الأولى أي حد كان يكح نخاف منه ونخاف عليه، أي حد يعطس نخاف منه ونخاف عليه، وما زال الوضع لحد وقتنا هذا. طبعا لازم بنقول ناخد إجراءاتنا الاحترازية، لازم يكون عندنا القلق ولكن ما يكونش عندنا الهاجس، يعني لازم يكون في قلق بس في حدود المعقول عشان نعرف نسيطر على الموضوع. إحنا طبعا إن شاء الله أنا هصنف لك الأعراض بوضوح. أولا في أعراض واضحة جدا شائعة الحدوث: سعال جاف، حرارة مرتفعة شديدة بتصيب الجسم، إرهاق ونشر في الجسم. دول 3 حاجات هم اسمهم شائعة الحدوث. ثاني حاجة في أعراض اللي هي قليلة الحدوث، اللي هو فقدان حاسة الشم، يعني مش قليلة يعني متوسطة الحدوث، فقدان حاسة الشم والتذوق، الإسهال، القيء، الغثيان، فقدان الشهية، طفح جلدي. ودي بنسميها أعراض متوسطة وقليلة الحدوث. في بقى أعراض أنا لازم تبقى جرس إنذار بالنسبة لي، أتوجه للمستشفى فورا.
لو حصل ضيق في النفس شديد اتوجه للمستشفى فورا. لو حصل الم في الصدر شديد اتوجه للمستشفى فورا. لو حصل فقدان للوعي جزئي او كلي اتوجه للمستشفى فورا. اذا انا دلوقتي بوضوح جدا عارف ان انا معايا اهو 3 حاجات قسمتهم، عرفت الاعراض الاساسيه ان انا اكشف فورا واقوم بعمل الفحوصات اللازمه والاشعاعات اللازمه، واتوجه للطبيب اخصائي او استشاري الامراض المعديه او استشاري او اخصائي امراض الصدر او استشاري او اخصائي امراض البطنه. 3 تخصصات دول هم اللي بيتعاملوا مع الجائحه دي. في كل مستشفى حكومي دلوقتي في عياده اسمها عياده الامراض التنفسيه تتعامل ايضا مع كل هذه النوعيه من الامراض بوسائل الاحترازيه الكامله. اذا انا صنفت الاعراض وعرفت انا امتى اكشف لو حصل لي احد الاعراض شائعه الحدوث او اعراض قليله الحدوث او الطوارئ اعمل يعني في ال3 حالات المشكله بتكمن اكتر يا دكتور مع المصاب او الحامل للفيروس ومفيش اي اعراض، ولكن سهل جدا انتشار الفيروس من خلاله. يعني هنا اللي ما عندوش اعراض او ما بتظهرش عليه اعراض ولكن حامل الفيروس، هل في مؤشرات، هل في حاجه بتقول برضه ياخد باله منها كويس جدا حتى لو كانت صغيره او بسيطه بحيث اللي هو يعزل نفسه او يبعد نفسه؟ طبعا انا دايما لما بشوف هذه الامثله من نوعيات في الكشف بقول لهم انت طبعا مش في مشكله اصلا عليك اصلا انه شباب، حتى لو جات له كورونا مش في مشكله نهائي. المشكله ان انت هتروح البيت هتنقل العدوى للاب والام. انت حضرتك بتشتغل في مصنع مثلا وفي عدد كبير احتماليه حدوث العدوى كبيره جدا، خذ اجراءاتك الاحترازيه. ولو جالك دور برد ولو صغير اعتبر نفسك عندك كورونا في هذه الفتره وخذ اجراءاتك الاحترازيه وارتدي كمامتك وخلي الكحول معاك باستمرار. ولما توصل البيت اقلع هدومك في مكان مخصص، تمام، واغسل ايديك ووشك بالصابونه والماء كويس، وحافظ على اهلك في البيت. مش تبقى انت مصدر العدوى ليهم، لان انت بالنسبه لك كشباب مفيش اي مشكله، لان انت ان شاء الله مناعتك قويه. المشكله في مين؟ في والدك ووالدتك كبار السن، هم دول اللي هيتاثروا. اذا انا بدعو كل واحد وبدعو كل مواطن يحس باي اعراض برد خفيفه ياخذ حذره ويساهم جدا في منع نقل العدوى، لان المشكله في نقل العدوى وليس في المرض. المرض ده مرض عادي، ولكن مشكلته في في زياده انتشاره وزياده العدوى بتاعته. حتى السلاله الجديده اللي ظهرت دي غير الموجه الاولى طبعا ادى الفيروس ان هو طور في نفسه وزود في البروتينات. كان متوقع بنسبه كبيره جدا ان فيروس كورونا المستجد هيطور من نفسه وهيطور من ادائه وهيعمل طفره يعني خاصه جدا بجينه. ولكن برضه يا دكتور عاوز اروح مع حضرتك لنقطه اخرى، وهي المرحله السنيه. في الموجه الاولى كنا بنقول دايما الشباب والاطفال في سن صغير المناعه عندهم بطبيعه المرحله السنيه هي مناعه قويه، ولكن في الوقت الحالي ومع الموجه الثانيه بقينا نقول ان في مشكله بالنسبه للاطفال والشباب في سن صغير. طبعا احنا قلنا النقطه دي ان الفيروس طور من نفسه واصبح اكثر انتشارا، ونسبه انتشاره زادت خالص عن 50% نظرا لتطويره الخطاطيف الخاصه بالالتصاق بالخليه والنتوءات الخارجيه التي تظهر كبروتين اس على سطح الفيروس. طورها وخلاها اكثر قدره على الالتصاق بالخليه، وبالتالي معدل انتشار العدوى اصبح عالي، وبالتالي العدوى هتوصل للشباب وهتوصل للاطفال. اللي انا باكد برضو ان الشباب والاطفال ما فيهمش اي مشكله الا فيما نظر. يعني لو شاب عنده مشكله اخرى مزمنه كمرض السكر او مرض مزمن كالكبد او الكلى هيتعب جدا، لكن الشاب الصحيح او الطفل المشكله بتاعته كلها بتبقى الاساس فيها اللي هي نقل العدوى اساسا. ولكن بفضل الله ومناظره قصد حضرتك الاطفال او الشباب اللي عندهم امراض مزمنه يعني ياخدوا احتياطات اكبر، يعني سواء كان طفل مريض بالسكر او شاب مريض بالسكر او امراض كلى او امراض قلب او الكلام ده. مين اللي ياخد حذره اكتر ومين اللي ما ينزلش الشارع دلوقتي الا للضروره؟ في تجمعات مثلا زي اسواق زي مولات. طبعا انت مثلا مريض سكر ليه تنزل؟ ست حامل مثلا مش لازم تنزل الكلام ده هذه الفتره يعني، تمام، لان الفتره دي معدل انتشار العدوى سريع. يبقى اذا فعلا لازم اخذ بالاجراءات الاحترازيه واتبع تعليمات الدوله في منع التجمعات، واتبع طبعا تعليمات وزاره الصحه في الوقايه، لان الوقايه خير من العلاج. وانا بقول دايما وفي الاعلام واحنا في التلفزيون المصري طبعا رائد الاعلام في مصر ان احنا معركتنا معركه وعي. معركتنا معركه وعي. يعني ايه وعي؟ يعني الشعب كله يبقى عنده وعي ان المرض ده مرض ممكن القضاء عليه بسهوله بوعينا وثقافتنا وزياده ثقافتنا الصحيه وزياده النظافه الشخصيه واتباع الاجراءات الاحترازيه واتباع كافه التعليمات، وعدم طبعا ان احنا ان احنا ما نلتزمش بالتعليمات. ده خطأ جدا. لازم نلتزم بالتعليمات ونلتزم بعدم التجمعات والكافيهات والحاجات اللي الدوله طبعا كلها طبعا قالت عليها، لان طبعا الوقايه خير من العلاج.
يعني نحاول بقدر الامكان طبعا ناخد باجراءاتنا الاحترازيه، وكل واحد يكون عنده الوعي والثقافه لده ويحافظ على نفسه ويحافظ على اسرته. نروح بقى للموقع ونشر موقع ديلي هيلث بوست كلام بيقول ان في ابحاث كتير جدا اتعملت وخاصه في الصين ان في مشكلات وفي بعض الخصائص الخاصه بهذا الفيروس والموجه الثانيه تحديدا وتاثيراتها على الجهاز الهضمي. يعني الموضوع دوت فين وده حقيقي طبعا فعلا ولا؟ احنا في مصر هنا كلنا طبعا قاصرين الموضوع على الصدر والرئه والاشعاع المقطعي على الصدر، والكلام ده خطا تماما. لان فعلا زي ما الدراسه قالت واشنطن كلينيك ويوهان اصدروا فعلا قالوا ان اعراض الجهاز الهضمي فعلا كتيره جدا، وانها بتبقى قبل اعراض الصدر، وعدم اكتشاف الاعراض في بدايتها بتؤدي الى ان الحاله بتسوء. وفعلا اكتشفنا ان الاعراض دي لما بتظهر في حالات وبيبقى طبعا بيكشفوا النزله معويه ويكشفوا المغص ويكشفوا الكلام ده بدون طبعا او كلت اكله مش مظبوطه أكلة او مش كلت مظبوطة، اكله دسمه، الكلام ده وبالتالي كله. يهمل الموضوع والفيروس ينتشر ويوصل الجسم كله ويكتشفوا في الاخر، وده يدل الى ايه؟ طبعا التشخيص المتاخر. ده كان موجود مع الموجه الاولى يا دكتور؟ لا. يعني كانت الاعراض دي والجهاز الهضمي والمشاكل اللي ممكن تكون بتصيب والله الجهاز احنا الهضمي طبعا كانت فعلا في موجوده مع الموجه الموجه الاولى؟ الاولى فعلا الموضوع ده كان اقل حدوثا من الموجه الثانيه. هم. وفعلا الموجه الثانيه بتتميز بوجود اعراض الجهاز الهضمي، اللي احنا طبعا ان شاء الله هناخدها عرض لانها خطيره جدا ولازم نبقى عارفينها كويس، وهنفصلها تفصيل ازاي ونعمل ايه معاها وازاي نقدر ان شاء الله نعالجها مبكرا ونحاول نسيطر عليها طبعا زي ما بنقول كده، يعني تاثيراته على الجهاز الهضمي، وهنستفيد في الكلام ده كده. بس هناخد بس يوسف من الشرقيه. برحب بيك يا يوسف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مرحبا بحضرتك والدكتور محمد، وبس عايز استفسر من الدكتور محمد عن سؤال كده. اتفضل تحت امرك، معاك الدكتور محمد. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، عايزين ايه هي الاجراءات الاحترازيه للمرضى فوق ال 60 سنه بحيث نمنع عنهم اي حدوث عدوى من جائحه الكورونا دي؟ لمرضى فوق ال 60 سنه يا استاذ يوسف؟ فوق ال تمام. 60 سنه. هل في مثلا يعني مشاكل مثلا مزمنه في ضغط في سكر اللي هي مرتبطه بالمرحله طبعا السنيه؟ في موجود كل معظم الحاجات ديت، فاحنا عايزين نعمل يعني الاجراءات الاحترازيه الخاصه بالسن ده. طيب تمام. هو الدكتور معاك برضه هيسالك برضه لو في مشكله معينه عشان نجاوب عليك برضه. هل المريض بيشتكي من مشكله معينه اللي فوق ال 60 سنه ولا انت بتسال بشكل عام؟ لا ما فيش. هو حضرتك في الضغط طبعا مرتفع. تمام. ضغط. تمام. الضغط ده من الامراض المزمنه. خلاص يا استاذ انا هرد على حضرتك. هرد عليك حالا دلوقتي يا استاذ يوسف. يعني فوق ال 60 طبعا، والمرحله دي يعني يمكن كلام كتير جدا من منظمه الصحه العالميه. في فئات عاليه الخطوره، الناس اللي فوق ال 60 سنه فعلا منهم، الحوامل، مرضى السكر، مرضى الامراض المزمنه كالغسيل الكلوي ومرضى القصور الكبدي، مرضى اديسون، مرضى طبعا الامراض المناعيه الاخرى كالذئبه الحمراء. كل هؤلاء المرضى ونجمع معاهم المرضى فوق ال 60 سنه. المجموعه دي طبعا احنا بننصحهم باتباع الاجراءات الاحترازيه اللي هي ايه؟ اولا عدم النزول من المنزل الا للضروره. طبعا في فوق 60 سنه بيقبض معاش مثلا، دلوقتي المعاش طبعا عاد فيه مميكن وعاد فيه ممكن يوصل على البيت عن طريق البريد، خلاص يبقى مش ينزل في طابور طويل عشان يقبض مثلا المعاش. تاني حاجه النزول للضروره فقط، يعني مشوار طارئ بس، لان طبعا ده معرض للعدوى اكتر. ثالث حاجه النظافه الشخصيه في المنزل، وطبعا احنا قلنا ان العدوى هتجيله من بره، الابناء اللي بره جايين طبعا. هي دي المشكله يا دكتور. دي المشكله. يعني ممكن فعلا المريض هنا ما ينزلش او فوق 60 سنه ما ينزلش، ولكن برضه هو ابنها اللي جاي مثلا من شغله، اللي جاي من الجامعه، اللي يعني في اختلاط. اذا الموضوع في ايدينا. عنهم. اللي هيجي من بره ده قلنا هيخش في مكان مخصص لتغيير ملابسه بالكامل. هنعمل مكان مخصص لتغيير الملابس لاي واحد جاي من بره. موضوع بسيط خالص، بيغير ملابسه، بيخش دورة المياه، بيغسل ايديه كويس بالصابونه ووشه، وبعد كده الاسبرتو، ويلبس لبسه الجديد ويدخل في البيت. مفيش اي مشاكل خالص. ولو قلنا احنا لو انت عندك اي برد، لو برد خفيف، البس كمامتك في البيت عشان تحمي اهلك الناس الايه الكبيره دي. طبعا انا هنصح برضو الناس اللي فوق ال 60 سنه دول بالاكل الصحي. طبعا معلقه عسل نحل كل يوم الصبح على الريق، ده بتزود المناعه. الفواكه والخضروات الطازجه والبرتقال والليمون والجوافه والفراوله، كل ما هو فيه فيتامين سي. كمان انا برضو هنصحهم ان هم يتناولوا فيتامين سي كعلاج مقوي للمناعه. وطبعا في 100 صنف في السوق فيتامين سي يقدر ياخده حبايه بعد الغداء كل يوم بتقوي المناعه، والنوم جيدا وعدم الاجهاد، وده كله يعني ان شاء الله كبير جدا طبعا. وبنقول برضه بالنسبه للاولاد والابناء يا جماعه خدوا بالكم كويس جدا. انت راجع من بره على بيت فيه ناس كبيره، ناخد بالنا كويس جدا. معانا استاذ عبد الوهاب. برحب بحضرتك يا استاذ عبد الوهاب.
استاذ عبد الوهاب سمعنا؟ ايوه سامع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك اكلم الدكتور محمد. مع حضرتك دكتور محمد. اتفضل. الو. اتفضل يا فندم. ممكن معلش تعلي صوت حضرتك، صوت حضرتك واطي. اتفضل يا باشا سؤالك. طب بص اقول لك على حاجه، ممكن بس انت تسمعنا من التليفون؟ يعني انت علق اخر حاجه كده في التليفون واسمعنا من التليفون بس. التلفزيون خالص. طيب تمام. معاك دكتور محمد. سمعنا يا استاذ عبد الوهاب؟ سمعنا؟ نعم يا فندم اؤمر. طيب اهو معاك دكتور محمد اهو، شوف السؤال اللي حضرتك حابب تطرحه. تمام حضرتك. ازيك يا دكتور محمد؟ اتفضل يا استاذ عبد الوهاب. ايوه استاذ عبد الوهاب حضرتك قول السؤال على طول واحنا نسمعه وهنجاوب عليه. حضرتك انا دلوقتي كنت عامل عمليه في ظهري، وبعدين انا كنت بتعالج من معدتي، كان زمان والتهابات في المعده، وحضرتك انا باخد علاج للاعصاب بقالي فتره طويله، بقالي 3 سنين، وحصل عندي ضرن في الفقرات حضرتك، وفي نفس الوقت مركب شرايح مسامير في وركي، فباخد علاج الاعصاب باستمرار. القولون فيه ألم وتقلصات شديدة، مرة سال، مرة امساك باستمرار يعني، وفي نفس الوقت مرة ساعات ما بدخلش الحمام الا بول بس على طول. فمش عارف اعمل ايه حضرتك، وحاسس ان علاج الاعصاب مش قادر اسيبه لسبب، لان لو سبته ما بقدرش في اعراض حرارة عالية او سعال كحة يعني؟ حضرتك الحمد لله ما فيش حرارة، ما فيش سعال، ما فيش اي حاجة. طب تمام، هرد على سؤال حضرتك. طيب دلوقتي هو برضه عنده مشكله دكتور، يعني خليك برضه معانا يا استاذ عبد الوهاب، لان برضه يعني اكيد طبعا الدكتور هيسالك. هو بيقول الام في العمود الفقري، واحنا بنقول دايما مع فيروس كورونا المستجد في نشر في الجسم وفي الام في العمود الفقري وفي الام في الجسم بشكل عام. طبعا ان احنا هو طبعا الراجل عنده مرض مزمن من زمان، تمام، وبيجيله من زمان ومش عنده حراره دلوقتي ولا حاجه، ولكن هو عنده دلوقتي الام في البطن والام في القولون، تمام. القولون ده قولون عصبي غالبا، وعنده الام في المعده. انا هنصحه يعمل تحليل اسمه جرثومه المعده في البراز. التحليل ده طبعا هيبين هو ايه سبب التهاب المعده اللي عنده. وانت طبعا يا استاذ تاخد علاج كتير اعصاب مسكنات دي بتتعب المعده. انا انصحك برضو انك تقول لدكتور الاعصاب بتاعك يكتب لك ما قل ودل من العلاج عشان المعده بتاعتك ما تتعبش، وتاخد علاج للقولون العصبي وعلاج للمعده، وانت الحمد لله كده غالبا خارج نطاق الكورونا. وبرضو انا عايزك تبقى تزور اقرب دكتور اخصائي جهاز هضمي ليك يظبط لك القولون ويظبط لك المعده عن طريق تحليل جرثومه المعده في البراز. استاذ عبد الوهاب هو لسه معانا ولا قفل؟ تقريبا قفل التليفون. يعني اكيد طبعا هو عنده المشكله بتاعت عمليه الظهر، وبعد كده الموضوع كله بقى فيه الالام اللي عمليه الظهر دي بياخد علاج كتير. العلاج ده بيتعب المعده، ياخد ما قل ودل انه اكتر. ممكن العلاج اللي بياخده الاعصاب او العلاج اللي بياخده الالام الظهر والمسكنات والكلام ده كله ممكن يضعف من جهاز المناعه فيؤدي بنسبه كبيره جدا ان هو يصاب بفيروس كورونا المستجد. طبعا احنا دلوقتي فيروس كورونا طبعا ده بيأثر على بيخش للمناعه الضعيفه. العلاج الكتير بيضعف المناعه طبعا، والعلاج اللي ملوش داعي بيضعف المناعه، ولازم ناخد العلاج ما قل ودل في هذه الفتره، والانسان ياخد الفيتامينز بتاعته. وفي مثلا علاجات زي مضادات الحموضه اللي الناس كلها بتاخدها دي للمعده في الفتره دي، يعتبر المجموعات عاليه الخطوره اللي انا قلت عليها يفضل ياخدهم باستشاره الطبيب فقط، لان طبعا الفيروس اللي هو كورونا ده بيدخل الجسم عن طريق الانف وعن طريق الفم، ممكن يصيب الجهاز الهضمي عن طريق الفم، وهو داخل فيه وسائل مكافحه في الجسم، مناعه طبيعيه زي حموضه المعده دي. الحمض بتاع المعده ده يقتل الفيروس وهو داخل. طب انت بتاخد حاجه مضاده للايه؟ للحموضه. انت كده هتضعف جسمك في مواجهه الايه؟ الفيروس، وتساهم في دخول الايه؟ الفيروس بالنسبه لك. وده انا بناشد طبعا وبوجه رساله لزملاء الاطباء، وبوجه رساله بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، يعني يمكن ده من ثقافه الكثير في الشعب المصري اللي هو دواء الحموضه دوت، خصوصا بعد الاكل المسبكه والكلام ده كله. دلوقتي وفي ناس فعلا بتعاني من الحموضه زي في ثقافه دلوقتي طبعا في مرض مختلف، اذا ثقافتنا لازم ايه؟ تختلف. وانا بصفتي يعني ليا خبره في المواضيع دي، وعالجنا الحمد لله الاف المرضى في الموجه الاولى، وبفضل الله صامدين في الموجه الثانيه في مستشفياتنا قصاد المرض. بشوف ان انا بنقل لهم خبرتي، ان انا بقول لهم للاطباء زمايلنا وللمرضى، طبعا الاطباء هيسمعوا كلامي وهيفهموه ان احنا مضادات الحموضه نديها بجرعات اقل شويه من نديها، ونديها لفترات معينه، خصوصا في الفتره في المرضى اللي هم مناعتهم ايه؟ بسيطه او ذي امراض مزمنه. يعني يمكن الدكتور اشار لنقطه مهمه جدا، ناخد بالنا من العلاج، وطبعا طبقا للطبيب المتخصص. يعني دكتور الاعصاب بيحاول يديك ما قل ودل كده زي ما دكتور محمد قال. هناخد استاذ محمود من الشرقيه. برحب بيك يا استاذ محمود. الله يسلمك. اهلا بيك، نورتنا.
اتفضل. الله في اي سؤال؟ يكرمك. كنت عايز اسلم على الدكتور محمد بس، وبدي اقول له ان انا يعني الله يكرمك الله يخليك، باخد علاج سكر وضغط ومركب دعامه من سنتين، وكنت بدي اشوف يعني ايه الاحترازات ولا الوقايه اللي الواحد وهو نازل هي يعني ايه يمشي بيها وكده يعني. تمام يا فندم، هجاوب على حضرتك. طب في اي سؤال حضرتك هتطرحه عليه؟ انت دلوقتي بتاخد نعم. اي علاجات يا استاذ؟ باخد علاج سكر وعلاج ضغط ومركب وطبعا دعامه كمان. علاج مركب دعامة. للدعامه يعني. طب خلاص انا هقول لك ان شاء الله الاجراءات الاحترازيه اللي تعملها ايه. احنا طبعا قلنا ان انت تنزل للضروره، حضرتك سمعت كلامي طبعا. طيب شكرا يا محمود. احنا يعني هنرد على حضرتك حالا دلوقتي يا استاذ محمود. وهو سكر وضغط ودعامه، يعني السكر لوحده والضغط لوحده بنقول من الامراض طبعا المزمنه اللي انا بناخد بالنا بحيي كويس جدا منها. الاستاذ محمود لانه طبعا بيوجه لي التحيه لانه من الشرقيه طبعا، وبيوجه لي التحيه، انا بحييك. تاني حاجه انا بطمنك ان انت طبعا احنا قلنا الانسان اللي هيعمل اجراءاته الاحترازيه وهو نازل من البيت ما فيش اي مشكله خالص. كمامتك والعلبه السبيرتو الصغيره دي تبقى في جيبك مثلا، والثقافه العامه بتاعتنا احنا طبعا شعب. طب انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، هل الاجراءات الاحترازيه بتختلف من شخص الى اخر؟ يعني حد زي استاذ محمود عنده سكر طبعاً. وضغط ومركب دعامه في القلب ده وبياخد اكيد طبعا ادويه ده وعلاج. بيزود الاجراءات والاحترازيه، ده مثلا ما يسلمش على حد نهائي. بس هو انا لسه بدي اقول ان احنا شعب طبعا ثقافتنا المحبه والاخاء والقبلات والاحضان والسلام، برضه دي لازم نغير الايه هذه النوعيه من الثقافه. السلام دلوقتي كده بس، يعني الواحد يعمل كده ده كده السلام بس دلوقتي في الفتره دي، لان طبعا انتقال العدوى شديد زي ما حضرتك شايف. تاني حاجه وهو نازل السلام زي ما قلنا، هو طبعا عنده ظروف خاصه، عنده ضغط وسكر ودعامه. اولا لازم تظبط السكر بتاعك كويس مع دكتور السكر بتاعك، ان هو ما يعلاش، والهيموجلوبين التراكمي بتاعك في الثلاث شهور ما يعلاش عن 6.5 7، عشان طبعا السكر بيأثر على ايه؟ المناعه. على المناعه. تاني حاجه تاكل اغذيه صحيه وما تجهدش نفسك في العمل وتنام كويس. وبعدين كمان يا استاذ محمود تحاول دايما تاخد فيتامين سي كل يوم، او اي حاجه لاكتوفيرين، ده الاسم العلمي طبعا، احنا مش بنقول اي اسماء ادويه. لاكتوفيرين كل يوم، دي حاجات بتزود الايه المناعه الطبيعيه لمرضى الايه السكر ومرضى الامراض المزمنه ايه الاخرى. ينزل بقى الشارع، ابتعد عن التجمعات، وانت في شغلك خلي مسافه بينك وبين، زي ما احنا قاعدين في الاستوديو كده انا طبعا والاستاذ جيم ده طبعا مسافه كافيه اهو. طبعا لازم مسافه احترازيه اكثر من متر، متر ونص، مترين، عشان طبعا ايه احتماليه نقل العدوى. وانت في شغلك طبعا بتأدي شغلك وتخلصه، وبعد كده طبعا تبعد دايما عن التجمعات نهائي. وانت مروح زي ما قلنا توصل بيتك تغير ملابسك وتغسل ايديك كويس ووشك بالصابونه وتغير هدومك وتلبس الهدوم الجديده اللي انت هتقعد فيها في البيت، وربنا ان شاء الله يعافيك. وبرضه يعني ربنا يعافيك ويشفيك، وطبعا يشفي كل مريض. ويمكن بقى في اكتساح طبعا، بما ان بقى دكتور محمد النهارده بيشرفنا هو من الشرقيه، فمعانا مداخله ايضا من الشرقيه. استاذ عبد الله مرحب بحضرتك. نعلي صوتنا كده يا استاذ عبد الله شويه عشان نسمعك، ووطي التلفزيون وكلمنا من التليفون، يعني اكنك بتكلمنا من التليفون يا استاذ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ معاك الدكتور محمد. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. لو سمحت بس يا دكتور، كنت عايز استفسر بس على سؤال كده. مش معنى الموجة الثانية ديت زادت عن الموجة الأولانية، إيه السبب؟ إيه الأسباب يعني؟ بس شكرا. هجاوب على حضرتك. في أي سؤال تاني يا أستاذ عبد الله؟ شكرا، هو بس السؤال ده بس عشان. تمام. طب أنت يعني الحمد لله عديت من الموجة الأولى بدون أي إصابات أو حاجة؟ شكرا، هو بس السؤال ده بس تمام. طب أنت يعني. تمام. هو ماشي. اسمعنا من التليفون يا استاذ عبد الله. احنا هنجاوب على حضرتك حالا، ويمكن استاذ محمد المعد بيقول لي يمكن هو كلمه وقال لهم اللي هو اصيب في الموجه الاولى استاذ عبد الله، وفي الموجه الثانيه هو بيستغرب يعني ايه السبب ان الموجه الثانيه اشد من الموجه الاولى. تمام. طبعا يا استاذ عبد الله بنوجه لك تحيه ونقول لك الف سلامه، وانت دلوقتي عندك مناعه طبيعيه. لو انت وصلت في الموجه الاولى من حوالي 3 ل 6 شهور بيبقى عنده مناعه اجسام مضاده. ثاني حاجه انا بقول لك ان الموجه الثانيه، انا لسه قلت في بدايه حديثي في البرنامج ان الموجة الثانية اكثر انتشارا، لان الفيروس طور من نفسه وعمل طفرة، زود النتوءات الخارجية بتاعته في الغشاء في البروتين اس على السطح الخارجي للفيروس، وزود الخطاطيف بتاعته اللي بتلتصق بالجسم، وبالتالي ادى ذلك الى عدم طبعا انتشار الفيروس يبقى سريع والتصاقه بالجسم سريع، في حين ان في الموجة الاولى كان معدل انتشار الفيروس مش بالشكل ده، ولكن الفيروس بيخش الجسم دلوقتي بسهوله، وبالتالي معدل انتشار العدوى زاد عن 50%. اذا الاعداد زادت، واحنا طبعا ملايين،
وبالتالي دي الاسباب اللي الفيروس طبعا طور من نفسه. هل ده مع يعني منهج الامراض الوبائيه بشكل عام والفيروسيه بشكل خاص، انها مع كل موجه بتيجي هي بتزيد من شراستها؟ لا، هي طبعا هي مش بتزيد من شراستها، هي المفروض انها كل طفره بتقل حدتها، ولكن معدل الانتشار الزايد هيوصل لناس عندهم مشاكل معينه في المناعه، مشاكل في الضغط، دول هيبقوا اكثر عرضه للوفاه. ملاحظين يعني هو قصده ممكن يكون قصده حالات الوفاه اللي كتير، لان معدل الانتشار كتير. الموجه الاولى معدل الانتشار مش كان كتير بالشكل ده، وبالتالي معدل الانتشار بدل ما كان بيصيب 10 دلوقتي بيصيب 100. ال100 دول فيهم 20 دلوقتي عندهم مشاكل معينه، ال20 دول معرضين للخطر. خد بال حضرتك ازاي؟ اذا هيظهر فعلا معدل الوفاه ايه؟ كبير. ده بسبب معدل الايه؟ الانتشار اللي احنا قلنا عليه ان الفيروس طور من ده. بس انا بطمنه ان كلما يطور الفيروس من نفسه كلما يزداد ضعفا، وان شاء الله بظهور اللقاح انا بطمن ان شاء الله الملايين ان اللقاح في 2021 في النصف الاخر هيحد جدا من كورونا. انا كان ليا تجربه هنا الحمد لله، جيت البرنامج ده وفي المكان ده في فيروس سي في بدايته في 2014، وكان حضرة المذيعة هنا وسألتني هل الدواء الجديد بتاع فيروس سي ده هيقضي على فيروس سي؟ قلت لها بفضل الله وبفضل مجهودات وزارة الصحة وبفضل المبادرة الرئاسية الحمد لله سيتم القضاء على فيروس سي. 2020 الحمد لله مرت لم يعد هناك فيروس سي في مصر. ونتمنى طبعا يعني هذه الجائحة بشرى ان تعدي شاء الله على للكورونا العالم ان احنا بشكل بنقول عام يعني في وعلى مصر النصف بشكل الاخر خاص. في النصف الثاني ان شاء الله من 2021 وتنوع اللقاحات وتوفر اللقاحات سيتم ان شاء الله السيطرة على هذا المرض ونرجع لحياتنا الطبيعية تاني ما قبل الكورونا اللي احنا افتقدناها تماما ان شاء الله باذن الله. معانا استاذ احمد، برحب بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. ممكن اسال بس الدكتور سؤال واحد بس يا دكتور؟ طبعا. انا دلوقتي مصاب قولون عصبي، والموجه الثانيه برضو فيها اعراض من القولون العصبي، ازاي افرق بين القولون العصبي اعراضه واعراض الكورونا؟ طيب يعني في اي سؤال تاني؟ انت قلقان طبعا من موضوع القولون ومشاكل القولون، وهل دي ممكن تكون بعض الاعراض الخاصه بفيروس كورونا المستجد؟ ده قلقك يا استاذ احمد صح؟ طب هو استاذ احمد فصل، يمكن ده القلق اللي بيشاور عليه استاذ احمد. عايزين نفرق. وانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مشكلتنا احنا او المعظم عندنا يقول لك انا عندي قولون عصبي، انا لما بتعصب ممكن القولون يتعبني، لما باكل اكله مش عارف ايه القولون ممكن يتعبني. فعاوزين نفرق ما بين اعراض القولون وهل في فعلا قولون عصبي، واعراض بقى اللي ممكن تكون مؤثره على الجهاز الهضمي من فيروس كورونا المستجد. طبعا احنا قلنا الاعراض الاكثر شيوعا اللي هي الحراره الشديده والسعال الجاف والارهاق في الجسم. لو صاحب الثلاث اعراض دول اعراض قولون لازم تكشف فورا. تمام كده؟ خلاص ده مؤشر بيقول ان انت رايح في اتجاه كورونا. خلاص على طول. يعني مثلا اعراض القولون العصبي ما فيهاش سخونيه، ما فيهاش حراره. خلاص جه اسهال بقى، هو طبعا مريض القولون العصبي ده بيجي له اسهال وامساك متبادل وبيبقى الاسهال اكتر. طب الاسهال زايد عن الحد، تمام، وفي نشر في الجسم جامد وفي حراره في الجسم وفي سعال بسيط، خلاص يبقى انت كده لازم تكشف عند استشاري الامراض المعديه او استشاري الامراض الباطنه او استشاري طبعا امراض الصدر لو وصل الصدر. اذا انا دلوقتي بفرق اهو بين الاعراض واضحه. اعراض القولون العصبي الطبيعيه ما فيهاش مش تبقى فيها شده، بيبقى فيه فقدان للشهيه بسيط وطويل. في الكورونا بيبقى فقدان الشهيه حاد، يعني بيبقى من اهم مميزات اعراض الجهاز الهضمي في الكورونا ان فقدان الشهيه بيبقى شديد وبيبقى ذو وقت معين مش طويل زي القولون العصبي. انت عندك قولون عصبي من سنين وفقدان الشهيه باستمرار. تاني حاجه الغثيان والميل للقيء بيبقى اكثر وضوحا، اكثر شويه الغثيان. طيب يعني ده هنا القولون اللي هو بشكل عام، وفرقنا ما بين الاعراض هنا والاعراض هنا مع فيروس كورونا المستجد المؤثره على الجهاز الهضمي. تمام. اللي بيقول لحضرتك انا عندي القولون مزمن، يعني تمام. مشاكل القولون عندي مزمنه، هل اعراضها بتختلف؟ هل شكلها بيختلف وممكن يجي في باله ان دي اعراض لكورونا؟ ما احنا فرقنا طبعا ان احنا قلنا لازم اعراض القولون الاسهال يكون واضح شديد. القولون العصبي الاسهال بتاعه مش بيبقى شديد، بيبقى بسيط، لكن اسهال شديد وعلى مدار الايام يؤدي الى جفاف مع ارتفاع بالحراره، خلاص ده مش قولون عصبي خالص. وبعدين الفحوصات، اجراء الفحوصات الطبيه البسيطه عند الدكتور المتخصص او في عيادات الامراض التنفسيه، صوره دم والسي ار بي LDH فريت، حاجات بسيطه خالص بتظهر الفحوصات اللي انت بس تتاكد ان المشكله مش مشكله قولون عصبي او لو قولون، انت شكيت ولكن وانا قلت مشكله لك طبعا لو قولون عصبي اعراضه مزمنه وانت عارفها وحافظها وبتجيلك وعارفها من زمان دي ما فيهاش مشكله. لكن لو طرأ عليك اعراض جديده ان الاسهال حاد ومش مستجيب للعلاج، او الحراره في الجسم ما بتنزلش، او في سعال، او في نشر في جسمك مش طبيعي ومش مركز،
اذا انت طبعا تعرف ان دي اعراض جديده عليك، تتوجه لاقرب طبيب هيعمل لك الفحوصات اللازمه وهيقول لك التشخيص وانت قاعد عنده، وان شاء الله نلحق الموضوع بدري. ان شاء الله باذن الله. والف سلام عليك يا استاذ احمد. وهناخد استاذ سامي من الشرقيه. برحب بحضرتك يا استاذ سامي. استاذ سامي معايا؟ اتكلم على الدكتور. ايوه سياده المستشار. هو استاذ محمد بيقول المستشار سامي. اهلا بيك يا استاذ سامي. اهلا بيك. اتفضل مع حضرتك انا الدكتور محمد. بشكر الدكتور محمد. اهلا بيك يا سعاده المستشار. بشكر الدكتور محمد على مجهوده في حماده في الشرقيه بالكامل. وبشكر المذيع الشيك المحترم اللي قاعد قدامك يا دكتور محمد. شكرا. الله يخليك. الله يخليك يا سياده المستشار. دكتور محمد، سؤال حضرتك بقى الدكتور محمد يا سياده المستشار. السؤالين يا دكتور محمد بعد اذنك. اتفضل يا فندم. السؤال الاولاني خطير جدا. انت بتقول لي الملابس نغيرها واحنا داخلين كله طالعين، فالملابس فعلا تنقل العدوى بسهوله؟ ده السؤال الاولاني، بس اوعى تنساه عليه. السؤال الثاني، انا النهارده الدوله بتبذل مجهود خرافي، ولا يمكن واحنا 100 مليون. الدوله حدي مثال مركز ابو حماد، انا عندي معاليك كنت عامل 20 سرير، 25 30 سرير عنايه. انا النهارده العدد اكبر، احنا ابو حماد عددها 800,000 ولا 700,000. انا النهارده عشان اساعد انا هجيب انبوبه اكسجين في المنزل. كيف يتم التعامل مع الاكسجين للمريض المحتاج تنفس في المنزل؟ طب ما فيش عنايه، اعمل ايه في البيت وازاي وتحت اشراف ازاي؟ وامتى لازم ادخل على العنايه؟ لان البلد مش لا يمكن باي حال، لا دولتنا ولا اي دوله في العالم في ظل هذه الجائحه الرهيبه هتكفي الجميع. احنا هنساعد كقرى ومراكز، بس قول لي نعمل ايه يا دكتور محمد في المنزل بالتعامل مع الاكسجين في حاله عدم التنفس. بشكرك يا دكتور محمد وبشكرك على مجهودك في المحافظه، وبشكر الدكتور المذيع اللبق الشيك والبرنامج المحترم والمعد المحترم. شكرا لحضرتك يا استاذ سامي. شكرا. شكرا. هنجاوب لحضرتك حالا. هو بيقول طبعا الملابس ونقلها للعدوى هل هي سبب كبير جدا في نقل العدوى، ويمكن السؤال كده في طياته احنا في الشتاء، يعني موضوع التغيير كل شويه بقى البرد والسخونيه والكلام ده كله ممكن يؤثر علينا. طبعا انا برحب بسعادتك يا سعاده المستشار سامي عبد الحليم. وطبعا الموضوع ده تغيير الملابس ده طبعا في معدل العدوى طبعا، لان حضرتك انت بتبقى لو في مكان مغلق ومثلا حد مثلا عنده كورونا وكان هو طبعا عنده افرازات ولطت ايديه وحط مثلا لمس البدله بتاعت حضرتك كده، طبعا ده يؤدي الى انتشار العدوى. اذا تغيير الملابس ده شيء حتمي لحضرتك. لما الواحد بيخش المنزل يكون بتغيير الملابس الخارجيه، الملابس الخارجيه بس اللي هي طبعا لها عرضه للايه للخارج، لكن الملابس الداخليه ما فيهاش مشكله. تاني حاجه حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، وهي ان الحالات كترت فعلا والمستشفيات طاقتها الاستيعابيه بدات طبعا تتاثر في هذه الموجه الثانيه. انا بقول لحضرتك ان العزل المنزلي وزاره الصحه اطلقت مبادره منذ يومين برعايه مرضى العزل المنزلي، وفعلا سيتم العنايه بيهم وتوجيه ليهم اللي هم الناس الوقائيين في الادارات الصحيه. بيبقى فيه دايما مساعد وقائي في كل اداره صحيه ماسك الطب الوقائي هيتابع ان شاء الله حالات العزل المنزلي دي، وهيبقى في اتصال مباشر. خلينا نتكلم مع حضرتك كده. يمكن حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، يمكن الكثير من الساده المشاهدين ممكن يكون اول مره يسمعها. يعني ايه تفاصيل هذه المبادره والعزل المنزلي عشان يتم على اكمل وجه؟ طبعا وسياده المستشار برضو يعني يمكن سال في السؤال ده تحديدا. امتى المريض يروح المستشفى؟ امتى بقى خلاص المريض مش هينفع في العزل المنزلي، لازم هيروح للعنايه المركزه. انا طبعا بحيي الشباب في كل مكان والمجتمع المدني اللي هم في كل بلد، وانا ملاحظه في الشرقيه وفي كل محافظات مصر اطلقوا مبادرات ان هم طبعا بيجمعوا من نفسهم وبيشتروا اسطوانات اكسجين وبيشتروا اجهزه قياس الاكسجين، وبيبقى فيهم اطباء وصيادله ومعامل وابناء البلد، وبيقوموا بنفسهم بمتابعه حالات العزل المنزلي دي في مبادره جميله جدا في تخفيف العبء عن كاهل المستشفيات. طبعا دي مبادره جميله، بس لازم فعلا زي ما العالم المستشار قال تقنين. وزاره الصحه الصحه ادركت هذا الموضوع فعلا ولقت الموضوع ده خطير ولازم عنايه بيه، ومن حوالي يومين اطلقت مبادره وزاره الصحه العنايه بمرضى العزل المنزلي. هيكون في عنايه طبيه من الادارات الصحيه في كل اداره، وهيبقى في مرور وقائي من الطب الوقائي، وهيبقى في متابعه طبيه من المستشفى المركزي الخاص بكل اداره صحيه، لان المريض ده بياخد اكسجين. هل هيكون في طبقا للمبادره يعني خط ساخن مثلا شغال 24 ساعه لكل مستشفى او كل وحده صحيه، بحيث لو في اي مستجدات على المريض نفسه يقدر يتصل طب نعمل ايه الاجراءات اللي احنا ممكن ناخدها؟ ولوزاره الصحه، وانت عارف حضرتك طبعا مبادرات وزاره الصحه تتنفذ بحذافيرها زي مبادره صحه المراه، مبادره فيروس سي، دي مبادره لها خطوات معينه وفي مساعد
وزير الصحه والمبادرات الدكتور محمد حساني، وفي طبعا هيبقى في ان شاء الله مجهود كويس هيتم ان شاء الله تفعيل هذا الموضوع. وبقول لحضرتك يا سعاده المستشار ان المريض فعلا في العزل المنزلي والناس اللي حواليه ما يهملهوش الاكسجين فوق ال 90% كويس. طب افرض الاكسجين قل عن ال 90%، وطبعا قياس الاكسجين عن طريق جهاز اكسجين صغير كده اصبح متوفر في كل مكان. لو الاكسجين قل عن 90% لازم مستشفى فورا، والمستشفيات المركزيه بها اقسام للعزل في كل مكان دلوقتي، وطبعا الاقسام العزل ديت مجهزه، بس للاسف الحاله بتوصل متاخر. لا يا جماعه، الحاله اللي ينزل اكسجين عن 90% نتوجه لاقرب مستشفى. الحمد لله احنا في الشرقيه مستشفياتنا الحمد لله بتعمل قصارى جهدها، وبنوجه الشكر طبعا لوكيل وزاره الصحه في الشرقيه دكتور هشام شوقي مسعود ومعالي وزيره الصحه على المجهود المبذول في الشرقيه في كل محافظات مصر. سياده المستشار برضو سال مع السؤال الخاص ب طبعا العنايه داخل البيت او العزل المنزلي داخل البيت، ويمكن على فكره انا ملاحظ بس دكتور محمد ما شاء الله عليه يعني مذيع متمرس، يعني هو واخد اللونج والميديم وعارف هو بيتعامل ازاي يعني ما شاء الله. عاوز اروح للجزئيه الخاصه ب الجزئيه اللي اشار بيه ليها سياده المستشار او استاذ سامي، قال ان ازاي هستخدم الاكسجين داخل البيت، يعني هل الاستخدام اللي هو مجرد بس حصل ضيق تنفس فانا هحط له اكسجين، ولا طبقا لازم للقياس، يعني لو فوق ال 90 مفيش مشكله بالنسبه لي، تحت ال 90 هبتدي احط الاكسجين لحد ما اروح بيه للعزل في المستشفى. انا طبعا بوجه التحيه لكل اطباء مصر على مجهودهم الكبير، وكل رجال الجيش الابيض في كل مكان في المستشفيات، وبقول لاطباء مصر كل طبيب في قريته هو قائد لقريته دلوقتي. انا مثلا عندنا في قريتنا اسمها تل مفتاح في ابو حماد، القريه دي مجموعه من الشباب اجتمعنا وانا كنت المنظم الطبي ليهم، جابوا اسطوانات اكسجين وجابوا اجهزه اكسجين قياس اكسجين، وبنتابع المرضى اللي في المنازل العزل المنزلي على الواتس معايا، وبيروح واحد طبعا باجراءاته الاحترازيه جايب له كمامات يلبسها، وبيلبس جاون عشان برضو العدوى، وبيشوف المريض وبيبلغنا على الواتس الاكسجين كذا والعلاج اللي بتاخده كذا، وانا اقول له العلاج كذا. اذا احنا دي مبادره اهو، كل طبيب في كل قريه يجمع حوالين شباب القريه بتاعته، تمام، وخاصه الشباب اللي دراساتهم علميه، يعني صيدلي خريج كليه علوم تمريض الكلام ده كله. لجنه في قريتنا فعلا فيها انا كطبيب، ومعايا بتوع المعامل كلهم، معايا بتوع الصيادله كلهم، معايا الاطباء كلهم، معانا الفن التحاليل، معانا التمريض كلهم اللي في القريه، لان دول طبعا زي ما هم طبعا هم رجال الجيش الابيض في المستشفيات وكل حاجه، وطبعا اهالي قريتهم هيبقى طبعا اهم داعم ليهم هم ابنائهم، وبالتالي نخفف الحمل ونخفف عن كاهل المستشفيات، لان المستشفيات طبعا مفروض ليها حاله معينه اللي بتجيلها اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الحاله تستحق دخول المستشفى، وطبعا الحاله دي الاكسجين تحت ال 90% مستشفى فورا. وانا ادعو كل العزل المنزلي وكل شباب المسؤول عن العزل المنزلي وكل المبادرات ان احنا طبعا نتواصل مع الاطباء، وان احنا نلحق نودي الحاله المستشفى بدري حتى يتم انقاذها. معانا برضو مداخله من الشرقيه اخرى من سياده اللواء وهبه. برحب بحضرتك يا سياده اللواء. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. اكلم الدكتور محمد لو سمحت. في اي سؤال تحت امرك. اتفضل. سياده الدكتور محمد، احنا بنعتبرك الفدائي رقم 1 في ابو حماد، وعلى خط المقابله الاول، يعني ربنا يكرمك يا رب ويجازيك كل خير. انا ليا سؤال واحد بس وسؤال عام. دور المجتمع المدني في التصدي للجائحه اللي احنا بنعيشها النهارده، هل ممكن نستفيد من المجتمع المدني في كوادر تعمل، ولا في إمكانيات دعمية ولوجستية فقط؟ وأنا بشكرك وبنتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وربنا يوفقك. شكرا لحضرتك. احنا بنكن لك كل احترام وتقدير. شكرا لحضرتك. وواضح طبعا يعني الحلقه استثنائيه النهارده ما شاء الله، معظم المكالمات من الشرقيه، واكيد دكتور محمد بقى يعني ليه شعبيه كبيره جدا في الشرقيه، ومحبه الناس اكيد طبعا نعمه من عند ربنا. دول اهلنا طبعا، وانا طبعا بحيي سعاده اللواء وهبه على سؤاله. فعلا المجتمع المدني دوره كبير جدا، وانا المبادرات اللي انا قلت عليها الشباب دي ده مجتمع مدني، يعني انا في الشباب في بلدي عملنا ده اسمه مجتمع مجتمع مدني. يمكن سياده اللي هو قصده المجتمع المدني بقى اللي هو يعني المؤسسات الاهليه، بعض المنظمات اللي ممكن يكون هي واخده فعلا من وزاره التضامن الاجتماعي، يكون ليها شغل اكتر في الكورونا المستجد. انا مثلا هقول تجربتي برضو، وانا تجربتي دي تجربه انا متاكد انها بتحصل في كل مكان في مصر، لان في كل مستشفى انا كنت مدير مستشفى، تمام،
وطبعا في مديرين مستشفيات في كل مكان في مصر. اكيد التجربه دي هي اللي بتحصل فعلا. المجتمع المدني واقف مع الدوله المصريه تماما في هذه المحنه. الدوله المصريه يا جماعه، وانا كمدير للمستشفى وكنت مدير المستشفى، تبذل قصارى جهدها في حمايه مواطنيها، انها كانت بتقدم لنا كل الدعم. خزان الاكسجين بيتملي فورا، كل الدعم من اللبس، كل حاجات موجوده. طيب في حالات كتير هيحصل ديفكت، ده دور مين بقى؟ المجتمع المدني. فعلا المجتمع المدني امدنا بفضل الله بالمستلزمات الناقصه، باجهزه تنفس صناعي جديده، بمستلزمات جديده، بحاجات جديده. دخلوا طبعا حاجات للمستشفى كبيره جدا، وقفوا معانا باجهزه التنفس. اصبح عندنا قسم من العزل يحتوي على 50 سرير، منهم 20 سرير عنايه مركزه، 5 اجهزه تنفس صناعي، 25 سباب، 50 فولوميتر اللي هو بنحط في الحائط ده يخرج اكسجين. يعني اذا المجتمع المدني دوره كبير اهو، وبيدخل بشكل قانوني المستشفى، وبيتم ارفاق الطلب للمحافظ والوكيل الوزاره، والمحافظ بيوافق. بشكر كل المجتمع المدني في كل مصر اللي هو بيقف جنب مستشفياته، وبشكر المجتمع المدني في مدينه ابو حماد، مستشار عبير عبد السلام، ومعالي النواب اباظه والدكتور يوسف عباظة، كل الناس اللي بتقف جنب بلدها في هذه المحنه. احنا بنشكرهم وبنربط على ايديهم وبنطالبهم بالمزيد، لان احنا طبعا في احتياج تجاوز هذه الازمه التضافر. وبرضو انا بدعو الجميع وبدعو جميع الناس في مصر ان احنا نتضافر هذه الفتره، ونترك المشاحنات وراء ظهورنا، ونفكر بس في حمايه بلدنا وحمايه اهلنا في هذه الفتره الحرجه اللي بتمر بها البلاد. وان شاء الله طبعا نتمنى الفتره تعدي على خير ان شاء الله على كل الناس. واكيد طبعا المجتمع المدني ليه دور كبير جدا، الدوله طبعا ليها الدور الاكبر والدور الاقوى، وهي اللي بتوجه. والروتين اللي يمكن حضرتك قلت لي في بعض الاحيان كده لازم في موافقه المحافظ وموافقه وكيل وزاره، طبعا دوت لا بس انا عايز اطمن حضرتك القانونيه، ولكن برضو الروتين يا دكتور. انا عايز يعني اطمن حضرتك ان مثلا معالي وكيل الوزاره اول محافظ بيدينا اوردر نشغل الجهاز، بس هو طبعا لازم يمشي في اجراءاته. انا الجهاز ده بيجي بيشتغل فورا وبمشي الورق في اجراءاته، لكن انا مش هسيب جهاز عندي استنى ورق وفي مريض محتاجه فوق، ده ما بيحصلش. الجهاز اللي جالي مثلا التنفس الصناعي ده اشتغل فورا والورق بتاعه بيجي في الطريق عادي. لكن اللي هو يعني ما بناخدش روتين عشان خاطر برضو نسهل الموضوع شويه على المجتمع المدني. معانا استاذ احمد من المنوفيه، برحب بحضرتك يا استاذ احمد. استاذ احمد معانا ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازيك يا بيه؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الله يكرمك. انا اتفضل يا استاذ احمد، معاك الدكتور محمد واي سؤال تحت امرك. الله يخلي حضرتك. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك؟ انت من المنوفيه اهو، يعني مش الشرقيه ولا حاجه. يا دكتور محمد اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك بنتي عندها 12 سنه ونص. بنت عندها 12 سنه ونص. اتفضل. بتحس بنغز في اماكن متفرقه في جسمها، يعني سواء تحت صدرها او في دراعها، سواء في مفصل الكتف من فوق او عند الكوع او في جنبها او بطنها وظهرها برضه يا دكتور. وعندها صعوبه في حمام البراز، وهي عندها فوبيا من بدايه الكورونا، يعني قبل ما الكورونا تبدا كده فعندها فوبيا. يعني هل ده قولون عصبي ولا نفسيه ام زي ما انا قلت كده في حراره بتشتكي من سخونيه او نعم تشتكي من سخونيه او سعال او ارهاق او كده؟ هو قال يا دكتور ان في نغز في جسمها في اماكن. لا ما فيش اي حاجه من ده يا دكتور خالص. يعني بتقيس بالترمومتر انا كنت بسمع عند الدكتور بطن يعني، فقال لنا ان هي عندها انها عندها قولون ممسك، يعني بالامساك يعني. طب تمام. في اي سؤال تاني بقى يا دكتور؟ ويعني ايه، وهي فعلا امساك يعتبر مزمن. تمام. في اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ هل ده بقى قولون حضرتك الان هو قولون ولا ممكن تكون مشكله فيروس كورونا، صح كده؟ الكورونا ولا ايه يا دكتور؟ استاذ احمد في اي سؤال تاني؟ انت قلقان ان ده قولون ولا كورونا المستجد، صح؟ نعم. انت قلقان بس عاوز تعرف المشاكل دي مشاكل قولون او مشاكل جهاز هضمي عاديه خالص، ولا مشاكل مرتبطه بفيروس كورونا المستجد وتاثيرها على الجهاز الهضمي؟ لا هي ان شاء الله ما عندهاش كورونا الحمد لله. ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، واحنا هنجاوب على حضرتك حالا يعني. هو الحمد لله فعلا هو زي ما بقول دي اعراض قولون عصبي عاديه جدا، وهي طبعا كل الناس سنها صغير قوي يا دكتور، يعني 12 سنه ونغز في جسمها طبعا وامساك فوبيا من كورونا فعلا. واحنا طبعا احنا ضد التهويل او التهويد في اي مرض، يعني احنا وظيفتنا كاطباء بنواجه اي مرض، ولا مش عندنا تهوين للمرض او تهويل. لا، المرض ده مرض قولون عصبي عادي خالص. النغزات اللي بتجيلها دي من العصبيه، تمشي على علاج القولون العصبي اللي هي ماشيه عليه، اللي حضرتك ماشي عليه طبعا وانت عارفه كويس، وبتتابع مع دكتور القولون العصبي بتاعك وتطمن تماما ده قولون عصبي. بتحاول دايما تأزرها نفسيا
وتقف جنبها وتشوف طلباتها اللي هي بتحبها ايه. طب هو قال برضو يعني عندها مشكله برضو الامساك بزياده او ملفت للنظر جدا مع قولونها. طبعا القولون العصبي بيبقى فيه شقين، في شق بيبقى اسهال تبادل مع الامساك، اكثر اسهال او اكثر امساك. انت حضرتك دلوقتي في متلازمه الاكثر امساك، وده علاجها بسيط جدا مع حاجات طبيعيه جدا بتاخدها مع علاج القولون العصبي مع اخصائي الجهاز الهضمي، وطمنك الموضوع بسيط جدا ومرتبط بالحاله النفسيه اكتر. يعني الحاله النفسيه هي المؤثره هي على الوضع هي ده. العامل المؤثر. عاوز ارجع مع حضرتك كده للدراسه اللي اتعملت في الصين ونشرتها طبعا او نشرها موقع ديلي هيلث بوست، وقال ان 83% و8 من 10 بيتاثروا في جهازهم الهضمي بفقدان الشهيه. مدى صحه هذه النسبه؟ وهل فعلا الشهيه بدرجاتها المختلفه ده مرتبطه برضه بفيروس كورونا المستجد؟ طبعا فقدان الشهيه دي من اهم العوامل اللي بتاثر وبتقول ان ده فيروس كورونا، ولازم افرقها عن فقدان الشهيه المزمن اللي بيجي في بعض الامراض المزمنه زي ما قلنا قبل كده. قولون العصبي مثلا بيبقى فيه فقدان شهيه بس مزمن طويل فتره طويله، دي بيجي فجاه، يعني واحد كده بياكل كويس مره واحده ما هو ملوش نفس الاكل خالص مره واحده، يعني حاد وفترته بسيطه بيمشي على طول بعد زوال الفيروس. تاني حاجه انا دايما هفرق مع حضرتك كده ما بين ان ده من اشارات او بتقول ان في فيروس كورونا مستجد او عرض عادي خالص مرتبط بجهاز الهضم. حضرتك المزمن في مرض مثلا عنده قصور في الكلى او عنده قصور في الكبد بيبقى عنده فقدان في الشهيه مزمن من سنين، تمام؟ لكن الفقدان الشهيه الحاد بقى اللي بيظهر الايام دي حاد وبيجي فجاه زياده عن فقدانه الطبيعي، فاهم ازاي؟ حاجه حاده بتيجي وفترتها بسيطه مش بالطول زي فقدان الشهيه الايه المزمن. وفقدان الشهيه هنا طبعا لازم افرقه برضو عن بعض الادويه بتعمل فقدان للشهيه زي مضادات الاكتئاب والحاجات دي، يبقى برضو لازم افرق، مش واحد بس ماشي على مضادات اكتئاب وعنده فقدان للشهيه يقول انا عندي كورونا، لا، برضو دي حاجه مزمنه مش حاجه حاده. طب احل ازاي فقدان الشهيه دي بقى في مرض الكورونا؟ اولا ان انا لازم اوزع الوجبات على مدار اليوم، بدل ما اكل 3 وجبات اكل 5 وجبات خفيفه على مدار اليوم. تاني حاجه دايما اروح المكان المخصص للطعام اكل فيه. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، يعني دلوقتي اللي بيسمعنا دلوقتي ويقول انا عندي فقدان شهيه اصلا، يعني مش عارف اكل ال3 وجبات، هاكل ال5، انا مش طايق ابص للاكل. انا عاوز اقول لحضرتك والله ده بيجي اكيد في دماغهم. يعني انا اقول له ابعد عن تيك اواي واطعمه التيك اواي لانها بتسد النفس اكتر، وخليك في الطبيعي والخضروات والفواكه والحاجات الحلوه دي، وخليك في مكان مخصص للطعام في منضده الطعام او ترابيزه الطعام، مكان مخصص تقعد فيه كده بهدوء، مش تقف وانت بتاكل، يبقى فيه زي كده طقوس للاكل تفتح النفس على على الاكل. شوف انت بتحب ايه مع الاكل؟ ايه اللي بيفتح بتحب ايه مع الاكل ونعمله، ويبقى في مكان مخصص للطعام. بحب المخللات مثلا بقول لحضرتك اهو مثال، السفره مخللات يعني بس هو بتاثر على الكلى وبتاثر على كذا، رغم انها طبعا المخللات ديت فيها حذر في بعض المرضى، تمام؟ تاني حاجه الاكثار من شرب الماء والسوائل ده بيزود الشهيه. طيب بالنسبه برضو خلينا عند فقدان الشهيه شويه، وخاصه بقى بالنسبه للاطفال في سن صغير، وبنقول الموجه الثانيه مرتبطه ايضا باصابه الاطفال والشباب في سن صغير. واول حاجه بتعملها الام لما بيكون ابنها فاقد للشهيه تجيب له فاتح شهيه، ده ممكن يؤثر على جهازه المناعي او ممكن يؤثر عليه سلبا. طبعا هو فاتح الشهيه ما فيهوش مشكله من المبدا، تجيب له عادي فاتح الشهيه، بس لو الموضوع طول وفي اعراض ثانيه زي ما انا قلت عليها، لان انا قلت لك في اعراض كثيرة الحدوث أو شائعة الحدوث، ال3 أعراض اللي أنا قلتهم دول: حرارة عالية، سعال جاف، نشو وإرهاق في الجسم مع فقدان الشهية، خلاص يبقى لازم ياخد باله كويس جدا ان هنا ممكن يكون فيروس كورونا المستجد. 29.3 طبقا طبعا للدراسه اللي احنا بنتكلم عنها بتقول ان المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ممكن يصابوا ايضا باسهال. ايوه طبعا الاسهال زي ما قلنا قبل كده من اهم الاعراض اللي بتميز فيروس كورونا، واحنا طبعا الاسهال ده سببه ايه بقى في فيروس كورونا ده بالذات؟ لان قلنا ان الفيروس البروتين اس اللي موجود على النتوءات الخارجيه بتاعته بينجح في الالتصاق بالخلايا الامعاء الدقيقه اللي هي مسؤوله عن عمليه الامتصاص في الجسم، ويخليها تشتغل لحسابه، تنتج بروتين لحسابه وتسيب شغلها ويحصل اسهال شديد وجفاف. طبعا هذا الفيروس بيستخدم انزيمين معينين، التمبرس S2 والتمبرس S4، زين الانزيمين دول بيساعدوا الفيروس ده في تعديل تكوينه الجيني في فيروس اس ويلتصق بالخلايا المعويه. اذا كبادره علاج لفيروس كورونا ده محطوط في الصوره ان انا اقضي على الانزيمين اللي بيساعدوا الفيروس في الجهاز الهضمي.
يبقى انا كده عندي بديله علاج اهو. فعلا في اليابان دلوقتي عقار ضد البنكرياس كوماتاز ده برضو نازل دلوقتي ضد هذا الموضوع، اللي هو ضد الانزيمات اللي بتسهل دخول فيروس الجهاز الهضمي. هتقضي ان شاء الله. ده ممكن يكون مفيد اكتر لمرضى السكر يا دكتور، طبعا. يعني اللي عندهم مشاكل في البنكرياس اصلا. طبعا احنا قلنا كورونا ده فيروس عام بيدمر البنكرياس. البنكرياس طبعا احنا بتلاحظ كده مرض كورونا ده تلاقي عنده سكر فجأة، مش بيبقى عنده سكر والسكر 700 فجأة، لأن الفيروس بيسيب الجهاز الهضمي وبيوصل للبنكرياس عن طريق الانزيمين دول وعن طريق تغيير البروتين اس بتاعه الجيني. أنا كده عرفت أهو، بدأت أعرف، وإن شاء الله في علاجات نازلة قريب لهذا الموضوع همنع تدمير البنكرياس ده وهمنع تدمير الايه اللي هو ممكن يحافظ على الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا. وأعالج بقى الام البطن يا دكتور، يعني الام البطن برضو احنا طبعا قلنا دايما مع فيروس كورونا المستجد ناخد احتياطاتنا ونقلق، لكن ما يكونش بالهاجس. دلوقتي اي حاجه في الجسم، اي الم في البطن، وخاصه لما يعرفوا ان طبعا بيبقى مرتبط بمشاكل في الجهاز الهضمي، هيقول لك ممكن يكون فيروس كورونا المستجد. احنا قلنا هل الالام شكلها مختلف؟ الام شكلها مختلف، بتبقى حاده وبتبقى عامه في الجسم، في البطن وفي الجسم. احنا قلنا ده نشر في الجسم، هيبقى برضو البطن من جزءها. تمام. وانا عندي دلوقتي طبعا انا دلوقتي رساله اهو يا جماعه، اعراض الجهاز الهضمي ناخدها بجديه اللي انا قلت عليها دي. اول حاجه احنا قلنا الايه؟ فقدان الشهيه. ثاني حاجه الغثيان والقيء. ثالث حاجه الاسهال. رابع حاجه الام البطن. الاربع حاجات دول باخدهم بجديه لو جم، لانهم ممكن يشخصوا لي الموضوع بدري قبل ما الفيروس يوصل الرئه. تمام؟ او يوصل جهاز تاني في الجسم كالبنكرياس او الكبد. اخد حذري واكشف عن دكتور متخصص زي ما قلنا كده، واعمل فحوصاتي لو الاعراض دي اجتمعت مع بعض مع اعراض شائعه الحدوث اللي قلت عليها في الاول، 3 اعراض اللي انا قلتهم، يبقى انا كده ايه مصحصح وبكتشف حالتي بدري. لان الحاله لما بتيجي جهاز هضمي في الاول تبقى البروجنوزس بتاعها او مستوى تقدمها خطر، ولازم الحقها بدري. يعني بيكون خطورتها اعلى. تبقى خطورتها رغم ان اعلى. ممكن البعض يفتكر لا ده هي تاثير على الجهاز الهضمي ما وصلتش للجهاز التنفسي والاكسجين والكلام ده كله. شرحت دلوقتي ان الفيروس ليه بروتين اس بيدخل على الخلايا، مستقبلات في الموضوع ده السي اي 2 الاي سي اي 2 دي مستقبلات موجوده في الجهاز الهضمي اضعاف الجسم والرئه. طبعا بنسمع كلنا وسمعنا كلنا مع الموجه الاولى اي التهاب في الحلق، حسيت بوجع، حسيت بالم في الحلق، اتغرغر على طول، لان الفيروس بيقعد 4. ده اللي احنا سمعناه، مش بقول اللي تحت البحث او اللي اتقال في ابحاث علميه مثبته. اتغرغر على طول بميه والكلام ده. الدراسه هنا قالت لا، الام الحلق والتهاب الحلق والكلام ده كله ملوش دعوه خالص بفيروس كورونا المستجد. بيبقى التهاب في اللوزتين، التهاب في الحلق، التهاب عادي ملوش علاقه مباشره. هي طبعا اعراضنا احنا كامله قلناها دلوقتي بالظبط، مش ذكرنا في هذا الموضوع. يعني الموضوع ده حقيقي فعلا يا دكتور ملوش دعوه خالص بالحلق؟ لا مش مرتبط طبعا، يعني لازم كل حاجه بالكشف الكلينيكي والتحاليل والفحوصات، لكن بصفه عامه ليس مرتبطا بالموضوع. بصفه عامه بقى، ونصيحه اخيره طبعا لكل بيسمعونا دلوقتي، الاحتياطات المفروض ياخدها وياخد باله كويس جدا منها. طبعا انا بوجه تحيه لكل الشعب المصري ولوزاره الصحه المصريه في هذه المعركه الشرسه اللي احنا بناخدها كاطباء وكرجال جيش ابيض في جميع مستشفيات مصر. انا بوجه لهم التحيه وبوجه التحيه للشعب المصري وبقول له الوعي، معركتنا معركه وعي وثقافه، وان احنا طبعا شعب طيب وشعب بيحب العادات الاجتماعيه، العزاءات الكتيره والحاجات اللي احنا كنا بنعملها غلط دي نتوقف عنها هذه الفتره، لان ده في مصلحتنا. واتباع الاجراءات الاحترازيه اللي اوصت بيها الحكومه المصريه والكافيهات والحاجات دي لا، واتباع الاجراءات الاحترازيه اللي انا قلت عليها في بدايه الحلقه في المنزل، واتباع الاجراءات الاحترازيه في الشارع، وعدم التجمعات واتباع التعليمات. بكده ان شاء الله وبايدينا وتكاتفنا مع بعض نقدر نعدي المرحله دي بسلام، وان شاء الله نقضي على هذا الوباء بتكاتفنا جميعا. ان شاء الله. نورتنا دكتور محمد نور الدين، استشاري الجهاز الهضمي والتوعيه الصحيه، مستشار مديريه الصحه بالشرقيه للامراض المعديه والمناظير. شكرا جزيلا. شكرا على وجودك معنا، شرفتنا ونورتنا. واكيد طبعا بنقول ناخد بالنا كويس جدا ونعدي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله هتعدي المحنه على خير وتعدي على العالم كله على خير ان شاء الله. ونقوم من النوم كده زي ما صحينا في مره وقلنا فيروس كورونا وخدوا بالكم والصين والكلام ده كله، ان شاء الله باذن الله تعدي المحنه على خير. بشكركم على حسن المتابعه واشوفكم دايما على خير.